مساء الخير عليكم أصدقائي. هم سامعين بكلمة زار؟ الزار هو عبارة عن ناس تدق بدفوف وتفتر بطريقة دائرية، ويجيبون شخص ممسوس بجن أو علي عين ويفتر ويا ذوله بحجة إن هم يطلعون الجن اللي عليه، أو إذا مصوب بعين تروح من عنده. كلها طقوس ما إلها أي صحة، لكن هاي الطقوس مرعبة، لأن بالحقيقة مجرد إنه أنت تغني بمكان وتفتر وتسوي هيش طقوس، الجن اللي موجود يفرح جدا، يعرفك إنه أنت إنسان جاهل وغير واعي، فيجي يتلبس بيك بزيادة، وإذا كان بيك جن فراح يعلى شأنه أكثر، ويجوز يتجسد إلك ويظهر لك طبيعي. القصة اليوم عن شخص أو من شخص اسمه أكرم. أكرم يقول: أنا عانيت من مس وأنا صغير، لما كان عمري تقريبا 9 سنين عانيت من مس. كنا نلعب لعبة نختلي بمكان ويدورون علينا أصدقائنا وما أعرف شنو، وبأحد الأيام كان عندنا يعني ورا البيت مالتنا تنور مبني من الطين ومتروك وما نستخدمه. خدلت بنصه وجلست، وأتاني أحد يجي يلقاني كذا وما حد لقاني. مرة واحدة حسيت واحد يرفع الغطا مال التنور من فوق، وعبالي واحد من أصدقائي. رفعت راسي لقيت واحد واقف بشع وما قدرت أميزه هل هو مرة ولا رجل. كان شعره طويل ومنفوش وشكله مرعب ومخيف، وانا جالس بوسط التنور ظليت أصرخ بصوت عالي وهو بس يناظر بي. وبعدها لقوني أهلي مغمي علي بهالتنور هذا. لما صحيت طبيعي. قالوا وش بي؟ قلت لهم شفت هيج واحد، وكنت أضحك على نفسي أنا شلون كنت خايف. عدى علي يومين وانا حالتي طبيعية. بعدها قمت اشوف اطفال يدخلوا للغرفة، اشوف ناس تمشي نوبات، احس اكو احد موجود بالحمام وانتظره يطلع لكن ما يطلع. يطلعون اهلي يقولوا لي شبيك واقف مطب؟ اقولهم ما ادري من جوه. المهم بدت تصير عندي هاي الاشياء. اهلي عانوا ودوني لهواي ناس لكن ماكو اي نتيجة. اكو ناس كانوا بقرية مجاورة لقريتنا يعالجون هيج حالات بالزار. والدي كان يرفض هاي الاشياء وما يؤمن بيها ابد. الوالدة كانت تتوسل بوالدي وتريد توديني، والدي كان ما يقبل ابد. المهم بدت الايام تعدي والسنين لغاية ما صار عمري 15 سنة. عانيت اللي عانيته، لكن تقدرون تقولون تعودت على وجود الجن بحياتي بشكل أساسي ويومي. أحيانا حتى ياكلون وياي وانا جالس وحدي جاي اكل، اشوف 2 جالسين قدامي واتكلم وياهم طبيعي. اهلي عرفوا بي خلص انا ممسوس من جن، والصراحة كانوا يعني بعض الناس مستفادين من عندي. كنت اذا اكو احد بايق له فد بوقه اعرفه. بدت الناس تسألني عن اشياء، ولا تستغربون هاي الحالة موجودة نوبات شخص يعني يعرف شي ونظام كذا، هذا يكون عنده مس من جن وصار بطفولته. المهم تعودت على هاي الاشياء لغاية ما صار عمري تقريبا 16 سنة. كنت احب اطلع بالليل وابقى يعني الوقت متأخر، مع العلم المكان اللي كنا بيه احنا هذا المكان يعني يعتبر مكان قروي، الناس ما تتأخر بيه ابد. المهم وانا جاي امشي حسيت اكو واحد يمشي وراي. التفتت وراي لقيت شخص جاي يمشي، كملت طريقي وصاحب اسمي. المهم وقفت إله، اجي وسلم علي وبارك لي وقال لي شو وقت تتزوج؟ استغربت منه، مجنون هذا، شنو يبارك لي؟ شنو يقول لي شو وقت تتزوج؟ المهم عافني ومشى، وبعدها سبقني يعني بأمتار عديدة واختفى، او مثل اللي يتحول بالارض مثل قط ولا كلب، وركض ما اعرف شلون بسرعة عجيبة وغريبة، لكن اني متعود على هيج اشياء. المهم رحت للبيت، وبهذا اليوم حرفيا حسيت شخص يقعدني. كان شخص لابس ثوب ابيض بعباءة كانت
محطوطة على كتفه، لابس ما أعرف شنو براسه لونها أخضر. كان يناظر بوجهي ومبتسم وقادني من يدي وطلعني. ويوم اللي طلعني اللي برا ولقيت ناس واقفين. هذول الناس أخذوني ومشوا، وأنا كنت أتكلم ويا الناس ما يجاوبوني. وين ماخذيني؟ أنتم منو؟ إيش رايدين؟ المهم قعدوني بجانب وحدة وشكلها هاي عروس، كانت لابسة ثوب وضعيتها طبيعية. المهم اخذونه وبدأوا يهوسون، ودوني المكان وقامت عيوني تشوف اشياء غريبة وما موجودة، وهاي كأنه مو منطقتنا او مدينتنا. المهم دخلونا بمكان او بيت قديم وناصي اني وهاي، وبدت تتقرب مني بصورة غريبة وتبتسم بوجهي. اقولها انت منو؟ تقول لي زوجتك. وانا من ذاك اليوم لهاليوم انتظرك، وصار لي هواي انتظر هذا اليوم. قلت لها انت منو؟ انا ما اعرفك. المهم مرة واحدة دفعتني، سقطت فوقي، حسيت بظلام وما اعرف شنو. صحيت واني نايم بمكان وخرابة وقديم ومتروك، واصلا ما حد يطب إله. رجعت للبيت حالتي حالة. سألتني والدتي، قالت لي وين كنت؟ قلت لها ما اعرف، هو انا دايخ بالمكان اللي كنت بيه، وتعودوا على الاشياء الغريبة اللي اسويه. بعدها فترة صغيرة ذولا جماعة الزار اللي كانوا بالمكان او المنطقة او المدينة المجاورة لمدينتنا طلبوا من عندي احضر وياهم جلسة. والدي طبعا تركني بالفترة الأخيرة لأن خلص أنا صرت إنسان شبه مجنون. المهم رحت وياهم للجلسة هاي مال الزار، وبديت أفتر. وأنا جاي أفتر كنا بمكان مفتوح وخلا، وكانت الناس يعني كل ساعة تجي وتزيد أعدادها. كانت جلسة مال الزار مو طبيعية، نار كأنه طقوس مال عبدة الشيطان. المهم واحنا جاي نفتر بالمكان بعدة مرات شفت وحدة واقفة، كانت لابسة في الثوب أبيض وغريب وتبتسم بوجهي. مرة واحدة بدأت تأشر إلي أو ترفع بإيدها. طلعت من وسط ذولا ورحت أتقدم عليه. كنت أسمع صوت وراي يقولون حضرت وهو راح لها. هذا الكلام اللي كانوا يقولوه. التفتت عليهم، المهم اختفت هي من قدامي، وانا سقطت على الارض مغمي علي. لما قعدت لقيتهم يرشون علي مي ويقولوا لي الصار. قلت لهم انتو الرايدين من عندي شنو؟ وليه جبتوني للجلسة هاي مال الزار؟ قالوا انت تعتبر شخص عنده كرامات، ناس جهلة وما تفرق بين الاشياء الخزعبلات والجن وغيرها ويسموها كرامات. المهم قلت لهم المرة اللي كانت لابسة ثوب ابيض وين؟ قالوا اي مرة ما موجودة بالمكان بهاي المواصفات اللي تقولها، احنا جبناك حتى تكشف على ذول. كانوا مخلين قدام مجموعة من الناس. بديت اقول لهم هذا عليه كذا، هذا عليه سحر، هذا عليه عين، هذا مرت ابوه مسويت له كذا. وبديت انطق اشياء لكن كأنه شيء بداخلي ويتكلم. وورا ما كملت هذا الكلام كله دخت وراسي صدع. المهم رفعت راسي مرة واحدة، شفت هاي المرة اللي شفتها اول مرة. هو انا شايفها قبل ولا لا؟ المهم رجعت للبيت وبديت دائما اروح لهاي الجلسة مال الزار او بين فترة وفترة. وبالاخير اتضح انه انا عندي جنية. التقيت وياها بمكان فاضي وخلا بيوم من الايام. طلعت برا اتمشي بدون اي هدف. شنو اللي جاي يمشيني ما ادري. انقذت المكان شبه صحراوي وخالي ما بي اي بشر، وبي عدة بنايات من طين ومهجور ومتروك. كانت قرية الناس وتركوها هناك. احنا نتجمع يعني بقريتنا الاقارب بمكان واحد، وهاي تركوها اهلها وهاجر. وانا رحت اتمشى يمها. المهم ظليت قاعد، اختلط الظلام علي جدا. شفت مرة اجت تتمشى من بعيد او رجال. المهم شفت يعني هيكل مال انسان. تقربت لي يمي وطلعت مرة وقالت اسمع احنا لا نضرك ولا اي حاجة، وترى اني زوجتك وانت مقصر وياي. هذا المكان مالنا ونلتقي بيه وسوي الاشياء اللي تعجبك. ترى اني الك وانت الي. بديت اسوي افعال واشياء عدة مرات واتردد لغاية ما قامت الناس تجي علي من مكانات
بعيدة بحجة انه انا مبروك وعندي كرامات. بالبداية الناس كانوا يعرفون بي ممسوس، لكن بالاخير صارت كرامات، وقام ايها اللي يجي اقول له انت سوي هيك انت هيك، اعالج الناس فعلا. لكن مكان ما كان بيهم مثلا جن واحد، خلي بيهم 2 3 من القبيلة اللي عندي، يعني انا صرت مثل الممر يعني للجن اللي عندي، من خلالي يقدرون يدخلون للناس هذول المرضى بيهم جن ولا ما بيهم جن. اكو ناس ما بيهم اي حاجة، وقل له انت بيك فلان حاجة، وخلي الجن يتدخلون بحياته ويخربون حياته. ليش؟ ما اعرف ليش انا جاي اسوي هاي الاشياء، ما ادري. صاحب القصة هيك يقول: لحد ما يوم من الايام وانا جالس اتحداني شخص، قال لي اسمع اروح وياك لاي مكان اشوفك شلون تعالج الناس واقرا قرآن يمك. المهم قلت له خلص انا اقبل التحدي، ورحت لبيتي واتفقنا على يوم. قمت يوميا اشوف ناس يجون يتكلمون وياي ويقولوا لي ارفض التحدي، وهذا التحدي احنا ما نقدر له، وترى احنا نعوفك ونروح، العواقب وخيمة وكبيرة، ترى تأذينا وتأذي نفسك. المهم ركبت دماغي، وبهذا اليوم ما قدرت اتحرك، حسيت بألم بأقدامي، لكن دست على وجعي كله ورحت بصعوبة. شافني وقال لي شبيك سلامتك؟ قلت له أقدامي توجعني. المهم قعدنا وجابوا شخص على أساس ممسوس، بديت أناظر عليه أريد أشوف حاجة ما أقدر. المهم أكو كلمات أقدر أقولها وهم علموني إياها يحضرون بيها، بديت أريد أحضرهم لكن ما أقدر، لغاية ما حضر واحد من عندهم لكن ما يقدر يتقرب. ليش؟ ما أعرف. المهم هذا الشخص اللي قاعد قلت له أنت عندك سحر، والإشارة ما أجتني يعني من قلبي أو شيء، الجن اللي كان موجود عندي وواقف بعيد هو اللي وصل لي المعلومة وقال لي. هذا الشخص بدأ يقرأ بآية الكرسي فقط، وأنا كل أموري تغيرت مرة واحدة. حسيت إنه بسمار اندق بظهري، شنشت بطريقة مو طبيعية، وبديت أصرخ وأرفس بالأرض مثل الدجاجة المذبوحة. المهم هذا الشخص اللي تحداني هو كان شيخ، لكن شيخ مو معروف وما يعالج الناس. ورا ما صارت حالتي هيجي قال لهم هذا ما يعرف اي حاجة وهو اصلا ممسوس وبيجن. المهم ماني بعد هذا الموقف الناس قامت يعني تشكك بي بعض الشيء، لغاية ما هو قام يتواصل وياي، وانا كنت ارفض رفض تام انه هو يعالجني، لكن الوالد كان دائما يروح عليه ويترجاه. وهذا نزل بمدينتنا جديد، ليش نزل ما اعرف، شلون اجى هم ما ادري. المهم هذا الرجل ظهر يعني بظروف غامضة، ظهر على اساس عامل يشتغل بمخزن مال احد الناس اللي موجودين بهذا المكان مال علف، واختفى بطريقة غامضة ورا ما عالجني وقرأ علي قرآن. وهاي القصة اللي سمعتوها جبتها من موقع على لسان صاحبها، والحلفان يقول حقيقية، واكو ناس كانوا مؤيدين جوا اصدقائها ولا لا ما اعرف. المهم القصة اذا عجبتكم استمتعتوا بيها اشتركوا لي بالقناة، فعلوا لي زر الجرس، وانتظروني غدا بقصة جديدة ان شاء الله.